ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لليوم وصفة جدا لذيذة وسهلة، وهي الزربيان العدني. هنا معنا المكونات: دجاج مقطع ومغسول جيدا بالماء والخل، 3 فصوص من الثوم مهروس، البهارات: نص ملعقة كبيرة من الكركم، ونص ملعقة من الكاري، ونص ملعقة من الكمون، وربع ملعقة من الفلفل الأسود، ونص ملعقة من الهيل والقرنفل والقرفة. هنا البهارات الصحيحة للأرز: القرفة ورق الغار والمسمار والهيل، بصلة كبيرة مقطعة شرائح، وهنا الزبادي. ننتقل إلى طريقة التحضير. هنا معنا زيت حار بالقدر. نضيف البصل، نقلبه حتى يتحمر. بعد أن احمر البصل نرفعه على مناديل المطبخ. نضيف الدجاج والبطاطس إلى الزيت. الذي خلينا فيه البصل. ونحركها حتى تتغير لون الدجاج. بعد أن تغير لون الدجاج نضيف البهارات. نتركها وننتقل إلى تحضير الخلطة. لتحضير خلطة البرياني الزربيان معنا هنا الزبادي، نضيفه إلى الخلاط، ونضيف الثوم، ونضيف نص البصل المقلي، ونخلطهم جيدا. نضيف الخلطة، ونحركها جيدا. ونترك الدجاج يستوي مع البطاطس، وننتقل إلى تحضير الأرز. لتحضير الأرز نحتاج إلى الماء والبهارات الصحيحة مع رشة من الملح. هنا نضيف الأرز ونتركه إلى 8 دقائق. أضفنا للدجاج كوب من الماء ورشة من الملح، ونتركه يستوي. هنا استوت معنا الدجاج. نضيف الأرز،
ونضيف منقوع الزعفران. نغطي القدر 20 دقيقة على نار جدا متوسطة شمعة. ونضيف البصل. وهذا هو الزربيان. لا تنسوا تجربوه، جدا لذيذ وروعة، والدجاج ذائب ذوب. وبالعافية لي ولكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشكرا.